أهلا ومرحبا بكم جميعا. نقف اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة ينتظرها مئات الآلاف من البيوت، مرحلة يمتزج فيها القلق بالأمل، ويبدأ معها العد التنازلي لإعلان واحدة من أهم النتائج التعليمية. فبعد أسبوعين كاملين من العمل الصامت والدقيق في مرحلة تجميع وإقفال الأوراق، نعلن لكم اليوم رسميا عن انطلاق. أيها الحضور الكريم، إن اليوم الأول من هذه العملية لا يمر مرور الكرام، بل هو الحجر الأساس لضمان العدالة والمصداقية. لقد خصص هذا اليوم بالكامل أولا لمناقشة التصحيح النموذجي، حيث يجتمع الأساتذة المصححون مع مفتشي المواد لمراجعة السلم الرسمي للتنقيط الموحد والمسلم من طرف وزارة التربية الوطنية. توحيد الرؤية. الهدف الأساسي اليوم هو ضبط المعايير بدقة وفهم طرق إجابة المترشحين لضمان أن يسير جميع الأساتذة وفق سلم تنقيط واحد ورؤية موحدة لإنصاف كل طالب. أما من الناحية التنظيمية، فستنطلق عملية التصحيح الفعلي للأوراق غدا اليوم بإذن الله بعد توزيع اللجان، حيث تم تخصيص 180 ورقة إجابة لكل لجنة تصحيح لتوفير التركيز الكامل. ماذا قال الأساتذة؟ أجواء من التفاؤل والارتياح. إذا تساءلتم عن انطباعات الأساتذة وتوقعاتهم، يسعدني أن أنقل لكم أجواء تملأها الإيجابية والتفاؤل الكبير. مواضيع في المتناول. أجمع الأساتذة على أن امتحانات هذا العام كانت بشكل عام في متناول الجميع وفي مستوى التطلعات. وكذلك التفاؤل خاص بالشعب الأدبية. برز تفاؤل شديد جدا ومميز بخصوص نتائج الشعب الأدبية حيث أشار الأساتذة إلى أن موضوع مادة الأدب العربي تحديدا جاء مريحا وسلسا للمترشحين مقارنة بالسنوات الماضية. التوقعات الأولية تشير إلى تسجيل نتائج إيجابية وممتازة تتفوق على السنوات السابقة بفضل مرونة المواضيع التي جعلت الطلاب يشعرون بالارتياح والتركيز أثناء الإجابة. ختاما، نود أن نوضح لجمهورنا الكريم المخطط الزمني القادم. ستستمر عملية التصحيح والتدقيق لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين لضمان أعلى درجات الدقة. نؤكد على اعتماد آلية التصحيح الثالث في الحالات التي تستدعي إلى ذلك لضمان عدم ضياع أي حق من حقوق أبنائنا. وفور الانتهاء التام من هذه التصحيحات سيتم الانتقال مباشرة إلى المحطة الأخيرة، وهي إعلان النتائج الرسمية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع بناتنا وأبنائنا المترشحين، وشكرا لكم. ولا تنسوا الاشتراك فور حتى يصلكم كل ما هو جديد فور صدوره من وزارة التربية الوطنية.